فاكرين من 3 أو 4 شهور كده تقريبا كنت منزل فيديو في سلسلة محلات مجهولة. للأسف المحل ما كانش أفضل حاجة بالنسبة لي فما قلتش اسمه، والنهاردة بعد طلبات كتير منكم قررت إن أنا أروح تاني وأصوره وأشوف هل فعلا هو اتطور في الفترة دي ولا لأ. فتعالوا نشوف الدنيا فيها إيه، يلا بينا. طلعت على المحل واستلمت الاوردر اللي كنت طالبه التليفون قبل ما اروح عشان ما يكونش فيه اي حاجه متظبطه ويكون بالظبط زي الاوردر اللي بيطلع للناس. والمره دي بقى طلبت حاجات اكتر من اللي كنت طالبها المره اللي فاتت. يعني المره اللي فاتت كنت طالب 4 سندوتشات بس ما معهمش اي حاجه، لا المره دي طلبت سندوتشين وريزو وستريبس وحاجات كتير قوي كده. فيلا بينا نشوف التجربه دي عامله ازاي. ابتديت كده باوفر عنده وهو سندوتشين اوريجينال، 2 بطاطس، 5 قطع ستريبس، واحد ريزو ولتر بيبسي، كل ده ب 225 جنيه. اول حاجه بدات بيها بقى هي الستريبس، وكان ليا تعليق عليها في السندوتشات في المره اللي فاتت ان انا كنت حاسس انها ملهاش طعم قوي، بس المره دي هم حسنوا التتبيله بتاعتها زائد ان هم زودوا نسبه الفراخ للبريدنج اللي عليها، فبقى طعمها احلى بكتير الصراحه من المره اللي فاتت. بس رايي الشخصي يعني لو هم زودوا نسبه الفراخ عن كده كمان الصراحه هتكون احلى بكتير. صحيح الوجبه دي بيجي معاها صوصين، انا اخترت واحد منهم سبايسي وكان حلو وما كانش سبايسي قوي يعني، بس هو كان لذيذ كده. والصوص التاني هو صوص باسم المحل بس هو قريب قوي من ثاوزند ايلاند، ومعظمنا تقريبا جرب الثاوزند ايلاند، هو مفيش اختلاف ما بينهم كبير يعني. وبعد كده بقى دخلت في السندوتشات. انا كنت قايل لكم ان السندوتشين اللي بيجوا مع الوجبه اوريجينال، بس انا طلبت منهم في التليفون ان انا اغير واحد من السندوتشين بتشيكن رانش والتاني اغيره ببيف بيكن، وكان فرق الحساب في كل واحد منهم 10 جنيه. يعني الاوفر كله بدل ما هو ب 225 بقى ب 245. اللي ما كانش عاجبني في السندوتشات المره اللي فاتت ان العيش كان بايت جدا، والقطع بتاعت الفراخ اللي جوه كانت قطع ستريبس وكان معظمها بريدنج، وهم يعتبر حلوا كل المشاكل في المره دي. اولا العيش الصراحه كان فريش، الموتزاريلا ستيكس اللي جوه كانت حلوه جدا، ميكس الساندوتش كده كله كطعم الصراحه كان حلو، وحتى قطعه الفراخ بقت قطعه كبيره ماليه الساندوتش، والفراخ نفسها زادت بالنسبه للبريدنج. وزي ما قلت لكم برضو في الستريبس في الاول، انا بالنسبه لي كل لما الفراخ تزيد اكتر بالنسبه للبريدنج ده هيبقى احلى بكتير. بس عامه الساندوتش الصراحه كان احلى من المره اللي فاتت بكتير جدا، وبالعكس انا استمتعت بيه كمان. وبعد كده بقى دخلت في ساندوتش البرجر وهو السموكي بيف، وبرضه عشان تبقى معايا على نفس الخط، اللي ما عجبنيش في البرجر المره اللي فاتت ان هو كان ناشف، زائد ان انا كنت حاسس ان هو طعمه بيتي قوي. فلما جيت دوت المره دي، هو اي نعم ساندوتش مختلف بس هو الساندوتش كان سيمبل كده خالص، يعني عليه صوص تيستي وجبنه كده من فوق بس مش كتير لدرجه ان هم يغطوا على طعم البيف بيكن والبرجر. وفي نفس الوقت البيف بيكن على الهادي كده خالص، ولا هو بيشد معاك ولا هو بيرخم معاك في الساندوتش، لا بالعكس هو ميكس كده الطعم كله مع بعضه. هو برضه الصراحه عجبني. ولما دوت حته من البرجرايه لوحدها برضه هي التوابل بتاعتها مش كتير، فانا زي ما بقول لكم هو الساندوتش سيمبل كده خالص. واخر حاجه جربتها بقى في العرض هو ريزو بصوص باربيكيو. بصوا هو ده انا ما جربتوش المره اللي فاتت، بس هو كرز طعمه حلو كبهارات والحاجات دي يعني، بس كريزو بقى اوفرول بالنسبه لي لا هو مش الطف حاجه، محتاجين يشتغلوا عليه اكتر من كده شويه. انا مش عارف الصراحه اذا كان في حد منكم عارف المحل لغايه دلوقتي ولا لا، بس عامه لو انتم ما عرفتوش فهو محل يم يم في عباس العقاد. يلا بينا نكمل التجربه بقى. كده خلصنا العرض بقى، نخش على باقي الحاجات اللي احنا جايبينها. واول طبق هو بوتيتو سموكي بيف، وهو عباره عن بطاطس متقطع عليه من فوق قطعه برجر وعليها صوص بيك تيستي. بصوا هي كانت حلوه حلوه قوي كمان، بس انا مش عارف الصراحه سعرها غالي رخيص متوسط ايه، انا مش عارف. هي سعرها 55 جنيه، فانت ممكن تقولي لي في الكومنتات هي كده تعتبر غاليه ولا متوسطه ولا رخيصه ولا ايه. وقلت برضه اجرب من عندهم هناك المكسيكان هوت دوج. انا كنت جربت المره اللي فاتت الهوت دوج العادي خالص مش مكسيكان، بس الصراحه كان طعمه عادي جدا. بس عامه المكسيكان انا واحد من الناس بحب جدا الساندوتش ده من زمان جدا اصلا، يعني حته الباربيكيو مع السوسيس مع شويه فلفل الوان اللي بيتحطوا كده على الجريل يتشوحوا كلهم مع بعض بعد كده يتحطوا في الساندوتش، دي الصراحه انا بالنسبه لي كاباظه بحبها. بس الصراحه حاجه من الحاجات اللي كانت محليه الساندوتش ده كمان هو العيش. هو العيش عامه كان بتاع ريتش بيك او ما يماثله من الشركات، بس هو عامه كان فريش وطري ولذيذ، يعني كان محل الساندوتش. وسعر السندوتش ده برضه يا جماعة 55 جنيه. وقبل ما تقولوا ان السندوتش غالي او رخيص او متوسط او اي حاجة، هو انا كنت بقلب كده عندهم على البيج دلوقتي فلقيت ان هم منزلين اوفر 25% على كل الاسعار عندهم، فاعتقد ان ممكن ال 55 جنيه دي مثلا تنزل تبقى 40 جنيه ولا حاجة. لو انت فاكر عشان انا فود بلوجر بقى اخدت الاكل ببلاش والجو ده، لا انا اصلا ما خدتش الديسكاونت، حتى انا دفعت ال 55 جنيه كلهم. واخر حاجة جربتها بقى هناك هي مكرونة كواترو ستريبس. هي عبارة عن مكرونة محطوط عليها انواع جبن
جبن كتير ومن فوق محطوط عليها ستريبس. الستريبس انا اتكلمت عليه كتير قوي في الفيديو ده. المكرونه بقى نفسها، هي المكرونه صراحه حلوه، عليها كميه جبن محترمه، وكتيست في المجمل يعني انا ممكن اطلبها تاني. وفي الاخر بقى زي ما قلت لكم في نص الفيديو، المكان ده اسمه يام يام، موجود في عباس العقاد تحت كوبري البطراوي جنب سيركل كي. انا في حاجه بس محتاج اقولها، انا لما باجي بعمل محلات مجهوله وبقول على حاجه انها مش ذوقي او انا ما فضلتهاش، بصوا يا جماعه هو ده بيبقى راي شخصي وعلى حسب تجربتي اللي كانت في اليوم ده، مش لازم خالص انها تبقى هي دي التجربه العامه، بس انا بحكم باللي انا بدوقه. عشان في ناس كتير جت في الفيديو ده وهاجمتني وقالت لي حرام عليك، انت كده بتظلم الراجل، انت كده بتأذي الراجل لسه منزل مش عارف ايه، وكميه مهاجمه يا جماعه في الكومنتات ما كانتش طبيعيه. بس انا بحكم باللي انا بدوقه. انا ما يرضينيش مثلا ان حد يروح بعد الفيديو بتاعي ويدفع فلوس في اكل وهو بالنسبه لي انا مش حاسس ان ده الطف حاجه بالنسبه له. وزي ما حصل المره دي، انا بستنى فتره مثلا بعد لما بكون جربت التجربه وانا ما فضلتهاش زي ما قلت، بروح تاني ومن فلوس الشخصيه بجرب المحل تاني. وبعد لما الاوردر بيكون اتعمل وانا واثق ان هو ما بيكونش فيه اتعمل اي حاجه زياده، بروح للراجل وبقول له انا صورت تاني وحصل كذا 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 وحاجات في الاوردر، مثلا لو انا هقول له كومنتات او هقول له اي حاجه. وهي دي اللي انا بقولها في الفيديو، انا ما بزودش حاجه او بنقص حاجه من الفيديو، اللي انا بقوله لكم. وسواء تروح او لا فدي حاجه ترجع لك انت. عايز تدعم الراجل الطيب ده روح له، عشان هو كان كاتب بوست كمان على الفيسبوك ان هو هيقفل قريب وهيصفي حساباته وحاجات كده كتير. انا الصراحه ما دخلتش معاه في تفاصيل الموضوع ده، بس يا رب ما يقفلش، ويا رب ما فيش ابدا اي حد يقفل في المجال ده خالص ولا في اي مجال، يعني احنا بنتنشى على اي مشروع. والكلمتين دول بس عشان خاطر نقفل الموضوع ده تماما يعني. وفي الاخر بقى وزي كل مره، شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.